الفواني بأحداث النهاية تهن دنيا الأماني. ففي دار البقاء نعيمها أو شقائي ووجداني يفيض بخوفي ورجائي. إلهي أنت حسبي يا رب العالمين، فثبتني إلهي على نور اليقين، وفي الجنات نلقى إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعيه وأجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان والرحمة، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرنا معها سويا في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين والإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، أحداث النهاية سلسلة منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لنفسي وإخواني وأخواتي بل للأمة كلها في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل كثير من الناس عما هو آت، وانحرف كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات. لا أقدمها ورب الكعبة هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، لأنني أرى الإنسان كما أكرر في مقدمة جل الحلقات، أرى الإنسان الآن في هذا الواقع يفعل بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. فأردت أن أذكر أهل الأرض بصفة عامة وأهل الإسلام بصفة خاصة بأننا حتما، وإن طالت أعمارنا وإن طالت حياتنا، حتما سنقف بين يدي ربنا جل وتعالى لنسأل عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. قال جل جلاله:
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كنت أتحدث في الحلقة الماضية في أشراط الساعة عن هاتين العلامتين الخطيرتين، ألا وهما كثرة القتل وانتشار الزنا. وأنهيت الحلقة بهذا السؤال، وأتصور أن كثيرا من أحبابي من إخواني وأخواتي في انتظار الجواب على هذا السؤال المهم. أنهيت الحلقة بهذا السؤال الخطير: هل للقاتل والزاني توبة؟ والجواب نعم، نعم، بدون مقدمات، نعم، نعم. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. اللهم ارزقنا وإياكم التوحيد. خلي بال حضرتك من صفات عباد الرحمن الجميلة دي. قال الله في حقهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، خلي بالك، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إيه الكرم ده؟ ما هذا الفضل؟ ما هذا الكرم؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوبة والإيمان. اللهم تب علينا لنتوب إليك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة. يا له من فضل ومن كرم. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله جل وعلا ينسب المسرفين على أنفسهم له فيجعلهم تبارك وتعالى عبادا له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال ربنا سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، ألا هو الشرك، الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى المشرك إن تاب الله عليه. كيف يتوب المشرك؟ يخلع رداء الشرك على عتبة الإسلام والتوحيد والإيمان ويندم على ما مضى ويشرع بعد ذلك في العمل الصالح. يقبل الله سبحانه وتعالى توبته، بل يفرح الله جل وعلا بأوبته وهو الغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأقبل ولا تخف. أقبل يا من وقعت في كبيرة الزنا. أقبل يا من وقعت في كبيرة القتل. أقبل على الله. أقبل ولا تخف. والله العظيم سيفرح ربك بتوبتك إليه. سيفرح ربك جل وعلا بعودتك إليه وهو الغني عن العالمين. لا تيأس أبدا، لا تقنط أبدا، ما تخافش ما دمت توحد الله سبحانه وتعالى، ما دمت تتبع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذنبت يا أخي، أنت بشر، أنا بشر، لسنا ملائكة مقربين، لسنا شياطين مردة، بل نفوس بشرية
فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها البعد والقرب، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فزك النفس بالتوبة، بالتوبة. ما تقوليش ده أنا وقعت في كبيرة، ده أنا وقعت في كبيرة الزنا، ده أنا وقعت في كبيرة القتل، ده أنا وقعت في... ما تقوليش كده. الله جل وعلا أكرم وأجل من أن تطرق بابه وأن يغلق الباب في وجهك أبدا. أقبل عليه ولا تخف، لا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى. مش هدخلك في خلاف للعلماء في الجواب على هذا السؤال، لأن بين يدي كلام ربي أوضح من الشمس في ضحاها ومن النهار إذا جلاها، وبين يدي كلام نبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ها أنت أيها الحبيب اللبيب قد استمعت إلى شيء من كتاب الله تبارك وتعالى كأدلة واضحة ناصعة على أن الله جل وعلا لا يغلق باب التوبة في وجه من أقبل إليه تائبا ما دام يتوب إلى الله قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. وسأتحدث عن هذه العلامة بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. خلي بال حضرتك معايا، ما تسرحش، موضوع والله جليل وخطير. بقول لحضرتك اللي يرتكب كبيرة القتل واللي يقع في كبيرة الزنا الآن بسرعة، لا تسوف، لا تسوف، لأن الموت يأتي بغتة الآن وأنت تسمعني. عاهد ربك على التوبة، وعاهد ربك على الأوبة، وأنت على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيتوب عليك، بل وسيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين. لكن يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ الآن لا تسوف. ركن التوبة الأعظم الندم. الندم على ما مضى. مش كل ما تتذكر الجريمة تبقى سعيد وفرحان، لا، تتألم وتشعر بجرح في قلبك وانكسار بين يدي العزيز الغفار. اترك المعصية، اوعى الدماء، احذر الدماء، احذر الدماء. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تقلع عن الدماء تماما، وتراجع العلماء الربانيين قبل أن تتكلم كلمة وقبل أن تخطو على طريق العمل لدين الله خطوة. خاطب واسأل واستفت العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، لأن الحماس وحده لا يكفي، ولأن الإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع بالقرآن والسنة. ثم اعمل صالحة. خلاص تمت التوبة بفضل الله تبارك وتعالى. لو كان الذنب متعلقا بآدمي بأخ من إخوانك فعليك أن تجتهد في أن ترد هذا الحق لأهله. لكن أنا أتساءل، كيف يذهب من وقع في كبيرة الزنا إلى من ارتكب في حق هذه الكبيرة ليقول له بأنه فعل كذا وكذا؟ لا يستطيع، لا يستطيع، ما لم يبلغ أمره إلى ولي الأمر وما لم يقم عليه حد الله تبارك وتعالى، فما عليه فقط إلا أن يجدد التوبة والأوبة وأن يبكي دما بدل الدمع وأن يجتهد في العمل الصالح وفي الطاعة حتى يرضى ربه تبارك وتعالى عنه. اسمع إلى هذه البشريات. أنا ذكرت لحضرتك بعض الأدلة من القرآن، خذ بعض الأدلة من السنة من كلام الرحمة المهداة والنعمة المسداة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بالنسبة للقتل، روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، على عابد، فسأله وقال بأنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال لا. قال لا، التل قتل 99 وجاي عاوز تتوب؟
قال لا، فقتله فكمل به 100. معلش هقف وقفة قليلة جدا وهرجع للحديث تاني بإذن الله. قرأت لأحد أساتذتنا الأفاضل في عمود من الأعمدة الصحفية حين سمع هذا الحديث مرة وهو يتحدث أنه سمعه مرة من عالم أو من خطيب في جامع، وقال هذا كلام خطير وهذا كلام فاضي، ده انتوا كده بتفتحوا الأبواب للقتل وبعد كده القتل يقول أنا عاوز أتوب. أبدا أبدا أستاذ الكريم، ليس هذا هو المعنى وليس هذا هو المراد. وقد بينا حرمة الدماء وذكرت أنه لم يذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم كله وعيدا في القتل أخطر من هذا الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد رهيب رهيب. لكن الحديث يفتح الباب لهذا الصنف الذي تمادى وتجرأ في سفك الدماء وتجرأ على سفح الدماء بلا مروءة ولا دين، ومع ذلك نقول له هيا طهر يدك من هذه الدماء، وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تغرغر أو حتى تطلع الشمس من مغربها. فما عليك الآن إلا أن تطهر يدك وأن تطهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد، وأن تقرع باب التوبة وأنت على يقين بأن الله سيقبل منك التوبة. لكن هذا الرجل الراهب العابد الذي أفتاه بفتوى لا تنضبط لا بقرآن ولا بسنة، أفتاه بأنه ملوش توبة، أغلق باب الرجاء في وجهه، قنطه من الحياة، والرجل يريد أن يبدأ صفحة جديدة. فالحديث أستاذ الكريم لا يفتح باب الجرأة على سفك الدماء، بل يفتح باب الرجاء لمن لطخت يداه بالدماء وأراد أن يتوب إلى رب الأرض والسماء. يفتح الباب لمن وقع في هذه الكبيرة البشعة وهذه الجريمة المروعة. يفتح الله عز وجل له باب التوبة والأوبة، ولا تصح توبته إلا بالندم على ما جنت يداه، وإلا بالإقلاع عن هذه الكبيرة الكبيرة، وإلا بعمل الصالحات التي ترضي رب الأرض والسماوات. هذا هو مراد نبينا عليه الصلاة والسلام. خذ حضرتك دليلا آخر في غاية الروعة والجمال من كلام سيد الرجال محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. هرجع الحديث تاني أنا ما نسيتوش، لكن عاوز أدلل لحضرتك على ما أؤصله الآن. وقد ذكرت مرارا أنني أخاطب العقل والقلب معه، لا أريد أن أكون عاطفيا فحسب، ولا أريد أن أخاطب القلب فقط، إنما أخاطب القلب والعقل في آن واحد. أقول روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد، أسأل الله أن يتوب علي لأتوب إليه، وأن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا، فقال أي العبد أي رب اغفر لي ذنبي، وإلا فأين يذهب المذنب الحقير العاصي إلا إلى الرحمن الرحيم جل وعلا؟ يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم؟ أين يذهب المذنب مثلي إلا إلى الله الحليم الرحمن الرحيم المنان جل وعلا؟ وأين يذهب الفقير مثلي إلا إلى الغني؟ وأين يذهب الذليل مثلي إلا إلى العزيز تبارك وتعالى؟ أين المفر؟ فأين تذهبون؟ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، فالأرض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه تبارك وتعالى. أذنب عبد ذنبا، فقال أي العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل، خلي بال حضرتك، قال الله عز وجل:
أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. الله. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب. ما هو عبد، الرب رب والعبد عبد، الرب رب والعبد عبد. ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي. تاني، أيوة، تاني وثالث و30 و3000. فقال يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اسمع، قال الله فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. الله، يا الله يا الله. الواحد بيسعد قوي أنه عبد لهذا الإله الكريم. والله تشعر بالعزة والسعادة والحب، والذين آمنوا أشد حبا لله، أنك عبد لإله كريم، للرحيم الحنان المنان اللطيف سبحانه وتعالى. إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، 100 جزء. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة فأنزل إلى الأرض جزءا واحدة أمسك عنده 99 جزءا جل جلاله، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة. خلي بالك ده كلام في غاية الروعة، كلام سيدنا النبي كله نور. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده جل جلاله 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يا الله، تصور جزء واحد إلى الأرض فيه رحمة النبي محمد، رحمة الأم بولدها، رحمة الوالد بولده، رحمة التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. أكررها 3، ما تخافش، بس بشرط أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ أنا تبت لكن ساعات بضعف. جدد التوبة والأوبة واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل، واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. ما فيش ليلة لا تمضي علينا ليلة إلا ويتنزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تعطل صفة من صفات الحق، ولا تكيف صفة من صفات الحق، ولا تشبه صفة للخالق بصفة للمخلوق. جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل وعن الكفؤ جل جلاله. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول جل جلاله أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ليتوب مسيء الليل.
حتى تطلع الشمس من مغربها. ودي علامة كبرى من العلامات اللي هتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. يعني اللي ارتكب كبيرة الزنا وأراد أن يتوب إلى الله فندم وأقلع عن الذنب وعمل صالحا يقبله الله، نعم، بموعوده جل جلاله وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. اسمع معايا الرواية الجميلة دي، والحديث رواه مسلم. جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله طهرني. عبارة جميلة، اللهم طهرنا يا رب من كل ما لا يرضيك ظاهرا وباطنا. ماعز بن مالك يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله طهرني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. صلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة. الله، ده الإسلام بقى مش متعطش لسفك الدماء اهو أبدا، هات الحق امسك اذبح أبدا إطلاقا. النبي يقول له: ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز بن مالك غير بعيد، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال: يا رسول الله طهرني. تاني، أيوة، ماذا قال النبي؟ قال: ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. تاني، النبي يقول له تاني، ما قالش اقبضوا عليه كتفوه قيدوه، لا 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 لا، ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز بن مالك غير بعيد، ثم جاء للمرة الثالثة: يا رسول الله طهرني. فقال النبي للمرة الثالثة: ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. 3 مرات. الإسلام مش دين متعطش للدماء، والله النبي كله رحمة وكله رقة وكله عطف وحنان. 3 مرات يقول له: ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. والله لو رجع ماعز بن مالك واستغفر الله وتاب إليه لتاب الله عليه. 3 مرات. رب العزة يقول في حق المصطفى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أنا فقط يعني أركز على هذه الجزئية لأن كثير من الناس إسلام دين دماء ومتعطش للدماء ودين سفك. إطلاقا دين يقدر الدماء ويحترم الحياة، وقد ذكرت ذلك في الحلقة الماضية بالتفصيل، أن الإسلام الآن متهم ممن يجهلون عظمة الإسلام وحقيقة الإسلام. وأرجو الله عز وجل أن يوجد في الأمة من يترجم هذه الحلقات. أسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا أحد الأفاضل من أهل الفضل والخير بترجمة هذه الحلقات، أو حتى حلقات معينة محددة بلغات مختلفة، ولو كانت ترجمة مكتوبة ليسمعها أهل الشرق وأهل الغرب. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يدل الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرسول 3 مرات يقول لماعز بن مالك: ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. فمضى غير بعيد، ثم جاء في الرابعة، الرواية في صحيح مسلم، في الرابعة 4 مرات النبي يرده، وفي الرابعة قال له: يا رسول الله طهرني. قال: مما أطهرك؟ فأخبره بأنه قد زنى. طب خلاص، إخباره، الرجل بيعترف، والاعتراف سيد الأدلة كما يقال، الاعتراف سيد الأدلة. طهرني، مما أطهرك؟ فأخبره بأنه زنى. خلاص، بينة أقيمت. ومع ذلك خلي بال حضرتك، النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل هذا يقول الرحمة المهداة والنعمة المسداة، يسأل النبي أصحابه ويقول: أبه جنون؟ الرجل ده مجنون ولا رجل عاقل؟ يا الله، أبه جنون؟ قالوا: لا يا رسول الله، ليس بمجنون. خلاص، يكفي هذا. لا، سأل النبي سؤالا آخر: أشرب خمرا؟
يعني فلعبت الخمر برأسه فلا يدري ما يقول. فقام أحد القوم فاستنكهه، يعني شم نكهة فمه، فقال لا يا رسول الله لم يشرب خمرا. بعد كل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم. وبعد يومين أو ثلاثة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال استغفروا لماعز بن مالك، الرجل اللي زنى وأقيم عليه الحد ده، الصحابة يأمرهم رسول الله أن يستغفروا الله له. أيوة يا أخي، أيوة يا سيدي، أنت بشر، بلاش القسوة وبلاش الغلظة وبلاش النظر إلى الناس بهذه النظرة الجمدة الجافة، وكأن أنا مبرأ من كل عيب ومطهر من كل ذنب وأنا خلاص ضامن الخاتمة. لا والله، والله بيتي من زجاج وبيتك من زجاج، ومن كان بيته من الزجاج لا يجوز له إن كان عاقلا أن يقذف الناس بالحجارة. أنت بشر، أنت عبد، أنا عبد، أنا بشر، لسنا ملائكة مقربين. والله لا يدري أحدنا بأي حال سيختم له. أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بالإيمان. وأصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. لا، قلوب أصحاب القلوب الكبيرة كلها رحمة، كلها رحمة، لأنه يعلم ضعفه ويعلم فقره. بلاش القسوة، بلاش الغلظة في النظرة إلى الآخرين يا أخي. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سحرة فرعون كانوا من لحظة بيقولوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفي لحظة واحدة حين أضاءت القلوب بنور التوحيد والإيمان عادوا إلى الرحيم الرحمن وسجدوا لربها موسى وهارون وقالوا لفرعون كلمتهم الخالدة، كلمة واحدة لا ضير. تعرف لا ضير يعني ايه بلغتنا بلهجتنا؟ أعلى مفخلك اركبه، اعمل اللي انت عاوزه، لا ضير. خلاص ذاقت القلوب حلاوة الإيمان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه الأطهار لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم استغفروا لماعز بن مالك. قالوا غفر الله لماعز بن مالك. فيش بقى فلسفة ولا فزلكة وازاي نستغفر له رسول الله وده رجل زان، أبدا أبدا. قالوا غفر الله لأن أمر غفر الله لماعز بن مالك، أمر نبوي. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا الله والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. يا الله، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد تقول طهرني يا رسول الله. الله تاني؟ قال ويحك ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. المرأة بترد بتقول له أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال لا عليه الصلاة والسلام أنت؟ قالت نعم. فقال الرحمة المهداة والنعمة المسداة ارجعي حتى تلدي. يا الله، ما ذنب هذا المسكين؟ ارجعي حتى تلدي. فعادت المرأة حتى وضعت ولدها، ثم جاءت بولدها في خرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ها هو يا رسول الله قد ولدته. ما زورتش جواز سفر وهربت بره البلاد، لا إطلاق. ما قبضش عليها بوليس الأداب أبدا، ده هي اللي جاب نفسها. أيوة، مش ممكن. ارجعي حتى تفطمي. الله 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 الله، هترضعوا تاني سنتين؟ ده الإسلام المتعطش لسفك الدماء. ارجعي حتى تفطميه. فترجع المرأة لترضع طفلها حولين كاملين، وعادت بطفلها بعد سنتين وفي يدي كسرة خبز تقول يا رسول الله هو قد فطمته وقد أكل الطعام. ما هربتش بعد سنتين، لسه فاكرة أيوه طهرني يا رسول الله. ليه يا أخوانا؟
لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ربى هؤلاء على مراقبة رب الأرض والسماء، لم يرب هؤلاء على مراقبة قانون هنا أو هناك أو هنالك، أو على مراقبته هو بأبي وأمي وروحي أبدا، بل علمهم أن يراقبوا الحي الذي لا يموت، علمهم أن يراقبوا الحي القيوم. ما أحوجنا إلى هذا الدرس؟ نريد من كل مسلم أن يراقب ربه. رئيس العمل لا يراك في الوقت كله، لا تراقب رئيسك في العمل، لا تراقب صاحب الشركة، لا تراقب رئيسك المباشر في الوظيفة، لا يا أخي، لا يا أخي، بل راقب الله الذي يسمع ويرى. الله يسمعك ولو كنت وحدك، الله يراك ولو كنت وحدك. لا تراقب القانون أبدا، وإنما راقب رب العالمين. رب العالمين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم في أي مكان كانوا، بعلمه، بسمعه، ببصره. لا تحيز ذات الحق تبارك وتعالى، ولا تجسم ولا تشبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علمهم على مراقبة الملك القدير. فجاءت بعد سنتين ليقيم النبي عليها الحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، وكان من بين هؤلاء الذين يرجمونها خالد بن الوليد، فرماها خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خالد وهو يسب المرأة الغامدية، قال: مهلا يا خالد. النبي يقول له: مهلا يا خالد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية: فأمر بها فصلى عليها ودفنت. في رواية في صحيح مسلم أؤكد بها أن الفاء والصاد بالفتح، فصلى أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفهم من رسول الله ويقول: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ثم قال: أوجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يا سلام. أظن الأدلة واضحة. معلش أنا طولت النفس في حلقة الليلة دي في الجواب على هذا السؤال الخطير، لأفتح يعني باب الرجاء للمذنبين من أمثالي وللمقصرين بالإقبال على رب العالمين. حتى ولو وقع في كبيرة القتل، طهر يدك من هذه الدماء الحرام، وطهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد الباطل. ومن وقع في كبيرة الزنا، طهر أعضاءك وحصن فرجك بالتوبة والأوبة والندم والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا والله العظيم اضطررت أن أقسم يعني أكثر من مرة لأؤكد، وقد ثبت من خلال تتبعي لقسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة أنه أقسم في أكثر من 80 موضعا، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، بل أمره ربه في أكثر من موضع في القرآن الكريم أن يقسم بالله سبحانه وتعالى. لأؤكد لحضراتكم أنه حتى ولو دنس الإنسان برائحة الزنا وبنجاسة الزنا، ولو دنس الإنسان ولطخت يداه بالدماء المحرمة، لو عاد إلى الله سبحانه ولو تاب إلى الله سبحانه لتاب الله عليه. وأنا أذكر وأختم حلقة الليلة بهذا الموقف المؤثر جدا. كنت في مكان عام وأقبل علي شاب، أسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياكم جميعا على الحق، واستقبلني بحفاوة بالغة جدا،
وأقسم لي بالله أنه يحبني، وأسأل الله أن يجمعني وأكون مع المتحبين بجلاله. ثم بكى، فقلت له أخي الحبيب أخبرني لما البكاء؟ قال والله يا شيخ الله عز وجل جعلك سبب هدايتي وسبب توبتي. قلت الحمد لله، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم وتقبل منا وجنبنا الرياء والنفاق وارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا يا رب العالمين. أخبرني أخي الحبيب، بشرني. قال والله يا شيخ محمد بأنه كان يقدم الخمر على الماء على مائدته. يقول لي ما فيش أي سفرة توضع إلا ويضعون الخمر قبل أن يضعوا الماء. ثم قال بأنه ألحق بمكتبه الضخم الفخم غرفة خاصة للزنا، وأخبرني بأنه عين بالفعل موظفا لهذا الغرض ليأتيه بأجمل الفتيات والبنات. سلم يا رب. اللهم استر نساءنا وبناتنا أخواتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا وحصن فروجنا يا أرحم الراحمين. يقول لي في تقريبا ليلة 3 رمضان، في رمضان من الرمضانات الماضية، بيقول لي أنا سمع الناس بره بتصلي التراويح وعمال أهزأ وأسخر بالدراويش اللي عمالة تصلي بره دي. الناس دي ايه اللي جرى لها؟ بيعملوا ايه؟ ويقسم لي بالله أنه ما ركع لله ركعة قط، وأنا أتصور أنه قد جاوز 34 أو 35 من عمره تقريبا، وهو من أسرة مرموقة جدا ومعروفة. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، في قلب القاهرة. يقول لي في هذه الليلة أحضر له فتاة حسناء لكنه لم يستمتع بها، بعدما فعل بها الفاحشة لم يشعر بالمتعة كما يقول، فأمر هذا الموظف الذي خصصه لهذا الغرض أن يذهب ويخرج ليأتيه بفتاة أخرى أجمل. قال فخرج، يخبرني بأنه أمسك بالريموت وظل يبحث في القنوات عن فيلم فاضح ليكمل معه الوقت حتى تأتيه الفتاة. يقول سبحان الله وهو يقلب ويخبرني، بيقول لي رأيت وجهك على الشاشة، رأيت الصورة. يقول أنا فقط يعني قلت، هو يقول لي قلت الله ايه اللي جاب ده هنا غلط، ده جاي هنا غلط، ايه اللي جاب ده هنا غلط. بقول فأنا انتظرت ثانية 2 10 ثواني بس يعني أتفرج على المنظر، أشوف المشهد، لحية وغطرة وفي تلفزيون ما ينفعش، ده ما ينفعش هنا. سبحان الله. قال ربع دقيقة نصف دقيقة الريموت في إيدي، بدأت أسمع. لا قلت له لا، أراد الله عز وجل لك أن تسمع، أراد الله أن يسمعك، أراد الله بك الهدى والخير. بقول بدأت أسمع. الله، دقيقة دقيقتين، قلت 3 دقايق، وضعت الريموت، بدأت أبكي. الكلام لي أنا، ويقول لي الكلام لي أنا. يا أخي سبحان الله ستعجب. يقول لي المحاضرة كانت بعنوان خطر الزنا. يا الله، تترتب ازاي؟ والله ما تترتب، لو رتبها بشر والله ما يعرف يرتبها، والله ما نقدر نرتبها. محاضرة كنت في دولة من دول الخليج، والمحاضرة منقولة على الهوى عن خطر الزنا، بيقلب بس في القنوات وقعت أراد رب الأرض والسماوات، والمحاضرة عن خطر الزنا. قل أدركت منها أكثر من 40 دقيقة، المحاضرة ساعة. بقول ده الكلام لي أنا، ده أنت بتخاطبني أنا. يقول بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل. ودخل إلى مكتبه الخاص فاغتسل ورفع جنابة الزنا في المرة الأولى. وبعد فترة دخل عليه هذا الموظف بهذه الفتاة الحسناء
ومعه موظف آخر، فوجدوا نظروا على المكتب فلم يروا أحدا، فنظروا فوجدوا رجلا ساجدا بين يدي الله تبارك وتعالى يبكي وينتفض من البكاء. الله، مش مصدقين، فين فلان؟ مش ممكن يكون ده، مستحيل أبدا. لا إله إلا الله. مش بقول لحضرتك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا إخواني، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. القلب يا جماعة عامل زي الغرفة المظلمة، الحجرة المظلمة، تدخل ظلام دامس، ما انت شايف حاجة، عمال تحسس بإيدك كده على الجدار عشان تجد زر النور، مفتاح النور، بمجرد ما يلامس طرف أصبعك مفتاح النور وتضغط ضغطة رقيقة جدا يحول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب إن لامسته أنوار الهداية تحول ظلامه الدامس إلى نور مشرق بفضل الله جل وعلا، بفضل الله جل وعلا، بفضل من بيده القلوب. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. دخلوا فلان، خلص، إيه الموضوع؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ انت بتصلي؟ ده انت كنت من شوية. فبكى وقال والله حدث كذا وكذا وكذا وكذا. طب والبنت؟ قال لا، خلاص خلاص. الله، ذاق القلب حلاوة الإيمان، وذاق القلب طعم الإيمان. خلاص، اصرفوها. يقسم لي بالله، الكلام ده كان يوم 3 رمضان، يقول لي والله العظيم كنت يوم 5 رمضان أنا وزوجتي في مكة للعمرة. يقول وصليت من هذه الليلة ولم أترك الصلاة بفضل الله جل في علاه، ثم بشرني بشرى أخرى جميلة وقال يقسم بأن فرجه ما مس إلا امرأته بعد هذه الليلة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا من رحمة الله سبحانه. الآن اطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بفقرك، واعترف له بضعفك، واعترف له بعجزك، واعترف له بتقصيرك، واعترف له بأخطائك، وقل بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيها الأفاضل، ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها. ما معنى ذلك؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يفرج كروبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.